ركز معايا في الكلام ده كويس جدا، عشان الكلام ده مهم جدا. اغلب الناس مش بتفشل عشان الظروف، بتفشل عشان بتخاف الناس بتقول عليها ايه. خايف يبدأ مشروع، خايف يسيب شغل، خايف يجرب حاجة جديدة عشان اصحابه او قرايبه هيقولوا عليه ايه. يعني بس اسمعني بس كويس في الموضوع ده. رأي الناس في النهاية مش هيدفع لك فواتيرك، مش هيعمل لك فلوس، مش هيعمل لك حاجة. الناس مش هتعيش مكانك ولا تتحمل نتائجك ولا هتفرح بنجاحك زيك. فبلاش تديهم المفتاح اللي يتحكموا بيه في حياتك. كمان خد بالك، مش كل الناس اللي حواليك بيتمنوا لك الخير. في ناس شكلها قريبة بس في الحقيقة غيرانة منك. الغيرة ساعات بتلبس وش النصيحة، أنا بنصحك. عشان كده لما تحب تستشير، اختار الناس الصح. اسأل اللي فاهم في المجال اللي انت عايز. لو عايز تبتدي بيزنس، حد ناجح في البيزنس. لو عايز تتعلم، حد متعلم بجد. لكن ما تسألش واحد ماشي غلط، يعني عكس الدنيا، وغلط عكس الاتجاه في كل حاجة. وخد بالك من النقطة اللي هقولها لك دي كويس، حتى بعد ما تستشير الناس الصح، القرار الأخير يخصك انت، لأنك انت اللي هتعيش النتيجة مش هما. يعني ممكن الناس تنصحك، بس محدش يعرف ايه اللي جواك، محدش عايش ظروفك، محدش هيبذل مجهود، محدش عايز الاستعداد ان انت تعمل اللي انت تعمله. وعلى فكره هشارك تجربتي معاك، انا استشرت ناس في حاجات وقالوا لي وعملوا لي بتاع، بس في الاخر انا عملت اللي انا شايفه، اللي انا مستعد ان انا اعمله. انت واخد بالك؟ استخير وتشاور مع الناس اللي فاهمه لما تيجي تاخد قرار، لان دي حياتك انت، وانت الوحيد اللي هتتحاسب عليها. ولو نفسك تبدا فعلا بجد تاخد قرارات بجد في حياتك، وتبدا طريق جديد فعلا، وتتعلم وتشتغل اونلاين بخطوات حقيقيه، احنا عندنا نظام كامل متكامل يعلمك ازاي تبدا بثقه وتبني مستقبلك بنفسك. اكتب لي في الكومنتات كلمه ابدا، وابعت لي اسمك ورقمك، وفريقنا هيتواصل معاك. اشكركم واترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.